تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم صينية خضار ونحط فراخ متبلة شوي على وشها. تعالوا نشوف الطريقة ونشوف المكونات. تعالوا معايا كده، بصوا عندي هنا دجاج متبل تتبيلة الشوي اللي قلتلكوا عليها. عندي هنا طماطم، نص كيلو طماطم واخد سلقة ومتقشر ماشي، حطيت عليه بهارات الكاجن وملح. عندي بزلة وعندي بطاطس وعندي زيت زيتون. ودي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنعملها، ههرس الطماطم، هدعك الطماطم بالملح والبهار كويس. طبعا متقشرة فمش هتتعبنا ومسلوقة ماشي، عشان نبقى قلبناهم مع بعض وخدوا من طعم بعض. نشيلها. هنزل بالبزلة المغسولة ومفرزاها. هنزل بالبطاطس. هقلبهم شوية كده مع بعض. قلبهم مع بعض كويس. اوكي كده، ونفردهم تبقى فرشة في قعر الصينية. هنبدأ نجيب الطماطم اللي احنا عملناها كده ونحطها عليه ماشي. خلاص كده نديها تقليبة، نقلبهم مع بعض عشان الدنيا كلها تخش في بعضها. طبعا حطين عليه ملح وبهارات، ونرجع تاني نفردها. صينية كده هعلمكم، لو عندك عزومة اكلك هيبقى روعة، صحي وروعة. نديها رشة ملح بسيطة بالرشاش. يلا بينا كده نبدأ نجيب الفراخ ونحطها فوقيهم ماشي. فرخ كده شايفين. هنزل عليهم شوية البصل بتوع الفراخ التتبيلة، هنحطها عليهم. هجيب كوباية مية واحطها، شايفين. رشي عليها معلقتين زيت زيتون ودخليها الفرن. غطيها بالفويل ودخليها الفرن تطلع وهتشوفوها. زيت الزيتون، ويلا بقى على ايه، على الفرن. سخني الفرن كويس وحطيها وسيبيها تستوي ووريها لكم. ما شاء الله تبارك الله، والصينيه بتاعتنا خلصت وبسم الله ما شاء الله، جميله جدا ورهيبه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر، تعمل فايدة للجميع، واقول لكم باي باي في وصفة جديدة جميلة ولذيذة ورهيبة.